اهلا بيكم في تقييم فندق جديد من فنادق العين السخنة، فندق مارينا وادي الدوم. الفندق ده حلو ولا وحش؟ كويس ولا مش كويس؟ الاكل فيه ايه اخباره؟ يلا نشوف مع بعض. يلا مع بعض نقيم اول حاجة الموقع. بصوا، الموقع بالنسبة لي ممتاز. ليه ممتاز؟ علشان قريب من القاهرة، يعني جيت بالظبط في ساعتين دي حاجة حلوة جدا. هو قريب جدا، مش جوه كمان، يعني بعد بورتو السخنة على طول. فالموقع بالنسبة لي كان كويس وكان مريح وما تعبناش في السفر زي باقي الفنادق التانية. تاني حاجة الغرف مش هقول لكم حلوة قوي او وحشة قوي. بصوا، الغرف متواضعة شوية بس حلوة جدا كوسع، يعني هي واسعة. التكييف اللي فيها كويس معقول. شكلها قديم شوية بس كويسة، يعني الشاشات كويسة. كل غرفة فيها كاتل ومشروبات. المية بيدولكم ازازتين مية كبار كل يوم. فلا، الغرف عجبني يعني. تالت حاجة الخدمة. فنادق كتير قوي ضيعتها الخدمة. اللي اتفرج فيكم على تقييم فندق هواي لو جاردن، هواي تقريبا حلو جدا، بس اللي ضيعوا الخدمة كخدمة سيرفيس او اكل. يعني الاتنين ما كانوش حلوين خالص. بس هنا بصراحة الخدمة كويسة جدا، يعني الاستاف حلو جدا. بيتعامل معاكم كويس، يعني شوف انت عايز ايه وانا هعمله لك. مش 100% بس بتقييمي يعني في حدود 90%، 85%. فلا، الاستاف مريح كويس. بالنسبة للأكل، ناس كتيرة بتسأل على الأكل، وبرضه دوت اللي ضيع تقييم فندق هواي لو جاردن. بصوا، الأكل هنا هوريكم البوفيه. الأكل متواضع شوية، بس اللي بيعمل الحاجة بيعملها حلو. يعني إيه؟ يعني الكميات مش كتيرة قوي بس الحاجة طعمها حلو قوي. يعني اللي عايز ياكل لحمة يدخل صنف اللحمة الواحد هياكله لأنه حلو. الفراخ صنف فراخ واحد هياكله لأنه حلو، وهكذا السمك. الأكل حلو، هو شوية قليل بس لا حلو. الأكل هيعجبك، ومش تقييم كبير قوي او حاجه حلوه قوي، بس هو كويس معقول. يعني انت جيت في فندق في عين سخنه هتتبسط بيه كويس الى حد ما. تعالوا اقول لكم البسين هم 4، بس 4 صغيرين جدا، يعني 2 كبار و2 صغيرين لازقين في، يعني كل واحد كبير وواحد صغير لازق فيه، واحد كبير وواحد صغير لازق فيه. يعني الفندق الكبير ده محتاج بسين يخدم عليه اكبر من ده. فبالتالي الناس بتهرب من البسين لانه مش مريح قوي وبتروح للبحر. فالبسين تقييمه بالنسبه لي في حدود 60%. ده كويس ان اديته 60 على فكره، بس هو 60%. تعالوا نشوف بقى البحر. بصوا، يعني انا قبل ما اجي هنا سالت، قالوا لي ان الشاطئ رملي. الحقيقه الشاطئ مش رملي قوي. ليه؟ لان هم عاملين حركه بصراحه كويسه شويه. يعني هو الشاطئ كله زلط وصخر، بس هم عملوا ايه؟ قسموا الشاطئ 2، جزء شاطئ صغير عملوه زي لسان من هنا كده وصخور من هنا وظبطوه. ففي البدايه بتلاقي فيه شويه صخر، بعد كده بتلاقي حته رملي بعد كده. بس طبعا الشاطئ ده تحس ان هو محدود او مقفول عليك بالصخور زي ما انتم شايفين كده في الصوره. الناحيه التانيه بقى ده شاطئ كبير قوي بس كله زلط وطوب. تدخل شويه هتلاقي حته رمله صغيره، بعد كده مفيش طول. فاللي بيعرف يعوم هيتبسط، اللي ما بيعرفش يعوم مش هيتبسط، او هيروح للشاطئ الصغير اللي هو متحوط، وده كويس شويه. فتقييم الشاطئ كجمال ميه وحلو، لا هو 85% حلو قوي عليه يعني. حاجه تاني عايز اقولها لكم، واللي هي ايه؟ زي ما قلت لكم قبل كده، اللي عايز يتبسط في اي مكان هيتبسط وهيعرف يتبسط ازاي. فانت لو جيت واول ما تيجي تستكشف الفندق، او انت وجاي وعلى خلفيه معينه من الفندق، فانت جاي ومقرر ان انت هتتبسط، يعني هتتبسط. ان انت هتفرح، يعني هتفرح. هتلف الفندق وتستمتع بالامكانيات اللي موجوده فيه، والسلبيات هتتغاضى عنها. عايز اقول لكم الاكل هنا، البوفيه هنا فطار وعشاء، فوجبه الغداء مش موجوده. فانتوا هتضطروا تجيبوا وجبه غداء او تشتروها من اي حد من هنا. هنا في كام في مطعم جوه الفندق، وفي مطعمين بره الفندق بعاد شويه صغيرين، بس هتعرفوا تتصرفوا. في الاخر تقييم الفندق ده تيجي او ما تجيش، لا تعالى وهتتبسط لو استغنيت عن اللي انا قلت لك عليه. يلا باي باي.